يا شباب، معكم عبد الرحمن ماهر من قرى بعيون الجمهور. النهارده نتكلم عن الوحش الكونغولي في النادي الاهلي ومجموعه الزمالك في البطوله العربيه. الزمالك مجموعته هيلعب مع النصر السعودي ومع الشباب السعودي ومع الاتحاد المنستيري. الزمالك لابد من صفقات قويه جدا ليقدر يعيد صفوفه يلعب في البطوله العربيه. الزمالك زي ما انتم عارفين ضعيف في الدوري، لو ما كانش الاتحاد او النصري مستوى ضعف ما كانش يوصل للمركز الرابع وحافظ عليه. الزمالك لابد صفقات قويه عشان يقدر يلعب في البطوله العربيه ويتاهل من المجموعات. اما عن الوحش الكونغولي امبنزا اللي لعب في الوداد المغربي، الطائر السعودي طوله 184 سم وسنه 23 سنة، يعني لسه سنه صغير، وبيلعب برجله الشمال وبيلعب برجله اليمين ويجيب ضربات بالرأس كويس جدا، يعني الأهلي يقدر يعتمد عليه بكل سهولة في الهجوم. هو دوت الوحش الهجومي اللي احنا منتظرينه. الأهلي يتم الصفقة ب 90% في الموسم القادم مع النادي الأهلي. أما بالقيمة التسويقية للاعب امبنزا هو 1.5 مليون دولار في النادي. متنسوش لو عجبكم الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس، والسلام عليكم.